اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والهنا والورد والياسمين على أحلى عيون ناس في الدنيا دي كلها. عيونكم انتوا وحشتوني من آخر فيديو كنا فيه مع بعض، معلش بغيب عليكم شوية بس وحشتوني كتير 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 من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. تعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، حاجة نادرة وحاجة جديدة وحاجة بتجيلنا من السنة للسنة كده. ايه تعالوا نعمل أكلة حلوة النهاردة ومغذية لمين؟ في رمضان. فين؟ في رمضان. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا مننساش دعوة حلوة من قلبنا لأخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا جميلا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء. قول اللهم آمين يا رب. كان عندي الكرنباية دي من زمان. لا مش هنحشي كرنب طبعا، ده حاجة كده بقى بسيطة. أسفة طبعا على صوتي. معايا هنا الكرنباية دي كانت تكون عندي في التلاجة بقالها شوية حلوين، يعني بقالها مثلا أسبوع كده ولا حاجة. ايه استنوا بقى، ما انا هحكي لكم الحكايه اهو. عايزين ناكل محشي. دي تاني مره اعمل المحشي في رمضان، بصراحه ما عملتوش. شايفين بقى الحلاوه والخضر والجمال حاجه كده واو، حاجه كده زبده بتتاكل. الورق العنب ده وانا بحبه من اللي هو الطري. في ورقه للعنب كده احس ان هي خشنه جامده كده شويه. لا انا ما بحبش الورقه دي بصراحه، انا بحب الورقه الطريه ما بحبش الورقه الكبيره. انا دايما احب اجيبه وسط كده، وهي يا دوب المحشيه ورقه بس ما تبقاش ورقه ايه تخينه، تبقى ورقه حلوه. تعالوا نعمل احلى طاجن محشي ورق عنب. روعه، كلمه روعه قليله عليه. احنا العادي بتاعنا حطينا بصله حطيت 3 بصلات وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر بارد بقى سبايسي دي بتاعتك انت، وحطيناهم على جنب. وهنا جينا سلقنا الكرنبه وهنسلق الايه. اللهم صل على النبي. ورق العنب، ورق العنب في مطلعه بيبقى سبحان الله بيبقى له طعم. يعني انت ممكن تعمليه كده وتخزنيه، بس هي اول مره بتاكليه دي هو فعلا انك تحسي انك بتاكلي حاجه جديده، حاجه ما اكلتهاش من زمان. هو ورق العنب معانا كده. انا بصراحه ما خزنتوش السنه دي خالص، ما كانش عندي ولا ورقه متخزنه. فكنت يعني شفته فقمت هو نص كيلو بس، شايف نفسه وشايف سعره يعني لسه مرخش ولا حاجه، بس يلا مش مشكله رمضان كريم. هنا بقى كان معايا اللي هو كيس الطماطم اللي انتوا شفتوه ده. بتبل البصله مش بحمرها، بتبلها بس يعني تدبل كده في السمنه او في الزيت او في الماده الدهنيه بتاعتك، وارجع بقى محط لها الايه البصل. هنا بقى عشان هو جايب الورق العنب مرصوص مش عايزه انكشني عشان يبقى سهل في اللف يعني، لان هو ورق العنب ده ساعه ما بتلعبك خلاص ما تعرفيش تعملي منه حاجه. هنا بقى حطيت الطماطم اهيت. هو كان عندي بصراحه يعني كيسين في الفريزر فعايزه اخلصهم. يعني انا مش من هوايات قوي ان انا اخزن طماطم والحاجات دي، بس عادي لو في عندي شويه وفضلوا بخزنهم عادي. هنا بقى حطيت كمون وكزبره، كزبره ناشفه وفلفل اسود. ولو عندك ال7 بهارات حطيه، ما فيش عادي استكفي بكمون وكزبره. انا ما حطيتش شطه لان انا عارفه الفلفل الاحمر اللي انا حاطاه بيحرق، فلو حطيت شطه المحشي هيبقى حراق قوي. خدي بالك من حركه زي كده لو ممكن بتعمليها وعندك اطفال. يعني انا عارفه عشان الفلفل اللي انا حاطه حامي، ما عنديش فلفل بارد، ما حطيتش شطه. لكن انت لو في العادي حطي معلقه شطه عادي. حطي معلقه شطه، معلقتين كزبره ناشفين، نص معلقه كمون، نص معلقه 7 بهارات، ومعلقه واحده صغيره فلفل اسود، وظبطي ملحك وكده. حلوه قوي رضا، ما تزوديش في المحشي عن كده. بصي بلاش البهارات تبقى مغطيه على طعم الصلصه وطعم الرز وطعم الخضره اللي انت حطاها. كتر البهارات اما بتغطي على الاكل ما بيبقالوش طعم بصراحه. انا دايما احب بهاراته قليله مش كتيره، او البهارات المعتاده مش البهارات الاوفر اللي بتغير طعم الحاجه. هنا بقى كنت غاسله الرز، وانتوا طبعا كلكم متعودين مني ان انا بصفيه. هنا بحطه في المصفى يصفى وقلبت هنا. بس هنا بقى هاجيلكوا دلوقتي اما يعني اما نيجي الوقت. هنا بقى كان حصل لي حاجه في الوقت دوت، ما عرفتش اقطع الخضره.
تتخيلوا دي؟ والله ما عرفت اقطعها. ليه؟ انا صبعي اليمين اللي هو الصبع الكبير ده متعور من السكين، فالتعويره في جامده، فهاجي اقطع اهو. شايفين انا ببعد صبعي لاني انا خايفه من السكينه، لان السكينه دي اصلا حاميه وانا خايفه منها، فهي هتعور لي صبعي اكتر. شوف انا بعمل ازاي، مش هعرف اقطع. قطعته في الكبه. بصوا هو اداني نتيجه حلوه مش هكذب، بس في عيدان طويله لا مش حباه كده. يعني شوفي هو مش فارمها قوي، بس هو مقطعها بس التقطيعه ناعمه شويه. بس في هنا عيدان، يعني مثلا من عيدان الشبت او من البقدونس، هنا كان معايا ربطه شبت وربطه بقدونس وربطه كزبره. ربطة شبت وربطة بقدونس وربطة كزبرة، التلاتة يعني ايه ادوني حبة حلوين. فهنا بقى انا مش عارفة اقطعهم، فقمت رايحة حطاهم في الكبة. هي النتيجة عادي، ممكن في ناس تتقبلها، يعني في ناس ممكن تحبها كده، بس كأنا اعوذ بالله من قولة انا طبعا لا، اما بقطعها على ايدي بتبقى حاجة تانية. هنا شايفين كل شوية بلاقي عود طويل كده معرفش ما يتقطعش ليه، فبشيله. كل شوية الاقي عود من اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الطويل ده اهو. طول بقى ما انا واقفة بقلب، وكنت بقى قاعدة بحشي برضه، الاقي العود الطويل ده اقوم شايله، العود الطويل ده اقوم شايله، ما بسيبوه. هنا بقى مسكته قلبت الخضره كلها وظبطت ملحي. خدي بالك ظبطي ملحك، خدي بالك ان احنا مش هنا ما عملناش لسه ولا شوربه ولا لحمه ولا اي حاجه. هنا حطيت اللي هو التقطيع اللي انا قطعته من الشبت والكزبره في الحله، وايه وهنجيب الطاجن بقى اللي احنا هنعمل فيه ورق العنب عشان ايه نظبطه كمان. بس هنا بقى الكرنبايه الصغننه ديت هنحطها فين؟ هنحطها في الدق يعني، بدل ما اوسخ حله تانية. اي هما مش هيملوها ولا هيجيبوا فيها حاجه، بس قلت مش مشكله، هنجرب برضك ايه نعمل فيها السطرين الكرنب دولت وخلاص. هنا بقى ما كنتش لسه قطعتها، فبقطع الكرنباي. هي مش كرنباي، هي هو ربع كرنباي، ما تكذبوش، كزب حرام. كرنباية مين ده؟ هي ربع كرنباي. هنا بقى كنت جبت طماطمايه وليمونه لان انا هعمل الورق العنب في طاجن. بصراحه الطواجن ديت انا بحب طبخها جدا وبحب اعملها في الاكل، لانها بتدي نكهه للاكل حلوه قوي وطعم حلو، فما تجربيه فيها هتحبيه. هنا جبت الكرنب بقى. هنا بقى كنت جبت الكرنباية وايه، وقلت هقطعها بقى ونحشيها على طول، يعني مش هقبق اهو. لا انا هاخد بعض كده، انا مش هفضل احشي المحشي ده كله وانا واقفه طبعا. ناخد بعض كده واروح اقعد في الصاله ونقعد بقى على الارض، لكن مش هاخد ده كله طبعا واقعد ايه واقف احشي يعني على البوتاجاز كده. انا حاطه كل حاجه على البوتاجاز كده، بس انا هلم عدتي ديت وحالي ومحتالي ده كله واروح اقعد على الارض. ما اقدرش اقف احشي ده كله بصراحه، مش هقدر. هو اي المحشي مش كتير قوي بس مش مشكله، بس على اساس برضك يعني ايه انك تبقي قاعده احسن، او لو عندك ترابيزه ممكن تحطي الحاجه عليها وتقعدي احسن برضو. بس انا بحب بصراحه قعده الارض منها والها كده. ربنا ايه يحسن خاتمتنا يا رب جميعا، ونقول بقى لبعض ايه رمضان كريم، ورمضان خلاص ما عادوش الا ايام بسيطه خالص، ويقول لنا ايه تم البدري بدري والايام بتجري. هو فعلا تم البدري والايام بتجري فيه بسرعه جدا جدا جدا. احنا غمضنا عينينا وفتحناها لانه بيقولوا رمضان خلص. يا جماعه ده احنا ملحقناش رمضان، من اللي خلص من النهارده 27 رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وتعالى علينا وعليكم وعلى الامه العربيه كلها بخير وبسعاده وبهنا يا رب. هنا بقى انا كنت في نص المحشي للأمانة والله، يعني ما كنتش خلصت، بس عشان الوقت ما يسرقنيش قمت عشان أتبل إيه الفرخة بتاعتنا دي فرخة ديك بلد محترم كده ابن ناس، عايزين نعمله تتبيلة حلوة وخفيفة وجميلة، وممكن تعملها في الفراخ البيضة برضو. هنا ربع معلقة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة ملح، معلقة اللهم صل على حضرة النبي، اسمه ايه زعتر، معلقة زعتر، ونص معلقة عسل ابيض، وبصلاية واحدة، كمون، كزبرة، فلفل اسود، زعتر،
ورق لورا، ملح، وبصلايه واحده فرمتها في الكبانه. وامسكي بقى ده كله ادعكي ببعضه، وهاتي بقى الديك اللي انت راكناه في جنب بعيد عننا مش شايفينه ده، هاتي يلا اسمعي الكلام. ايوه كده، انت شاطره بتسمعي الكلام. اما بقولك هاتي الحاجه بتجيبي بقى من قلبه ومن جوه ومن تحت وبين اللي وراك وكله. امليه بقى بالتتبيله دي، امليه بقى وغزغزيه كده بالتتبيله ديت، وحطي فيه ما بين الجلد وبين اللحم. وايوه تبليه بقى تتبيله حلوه كده. التتبيله ديت عباره عن ايه؟ كمون، كزبره، فلفل اسود، زعتر، معلقه عسل ابيض. مفيش عسل ابيض حطي معلقه سكر ولا لورا، بس ما تحطيش اكتر من كده. لو انت عايزاها يعني تحمر معاكي قوي وفي السويه، لان احنا هنحطها في كيس حراري، حطي معلقه كاتشب، او لو عندك معلقه طماطم. هنا بقى قلت بقى طالما محشي ورق عنب، اما نحشي الايه، الفرخايه الجميله دي. حطينا فيها برضو صابعين، بس بصراحه الصابعين اللي كانوا فيها دولت بصراحه كانوا روعه روعه بامان، للامانه كانوا حلوين قوي. بصي بس ما تملهاش قوي، سيبي فراغ عشان التسويه. وبقى هنمسكها نكتفها حلو، ونجيب لها بقى الكيس الحراري ونلفها فيها، ونبقى غاليين ميه ونحطها عليها على طول. هنلم حتى برضو الكبدة والقناصة والرقبة ومش عارفة ايه، كله هنحطه في الكيس الحراري عشان يبقى ايه مظبوط كده، ويبقى الديك طالع مستوي ومهري كده، يبقى طعمه ايه، طعمه حلو. هلم بقى حتى لو معاكي بهارات باقية او حاجة، لميها كلها، حطها فين، حطها في الكيس. وامسكي الكيس بقى، طلعي منه الهواء، واربطي ربطة حلوة. وكانت المية بقى براد مية بتغليه، المتاح عندك اعمليه، وغزغزي الكيس بالسكينة عشان ما يخضكيش وهو في قلب الفرن. ومن صينيتك مية وزقها في الفرن. انا كده بقى كنت خلصت محشي. شايفين بقى شكل ورق العنب وجماله؟ هنا بصراحة عشان ما فيش شوربة، انا عملت زي ايه، زي شوربة كدابة كده، بس نصها كداب ونصها صحيح. هنا بخرت المية ديت، هي مية عادية بس سخنة، بكمون برضو وفلفل اسود. وهنا حطيت معلقتين 2 سمنة بلدي، ومسكت ليمونة قطعتها شرايح وحطيتها على ورق العنب. ورق العنب لما بتعمليه بالليمون كده، بليمونة تحت وليمونة فوق، وممكن تحطي ليمونة في النص، بتدي مزازة حلوة. شايفين بقى هنا اللون؟ انا مش عايزاه احمر قوي عشان اللحمه بتاعته ما تنشفش، عشان ده بلدي، لو نشف مش هيبقى ايه حلو قوي. هطلع بقى الكبده والقناصه، وتعالوا نشوف شكل المحشي بتاعنا. المحشي اللي كان فيه من جوه على فكره مستوي، بس عشان هو سخن قوي فما عرفتش اعمله بصراحه. تعالوا بقى اما نفضي المحشي بتاعنا. الله 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 يا سيدي الله. شايفين؟ واحده من واحده، ما شاء الله ما شاء الله، جميل. وهنا دول شويه الكرنب، وكان عندي ورقتين خاص برضو، حشيت ورقتين. ورق الخاص بيتحشى برضو بيبقى طعمه جميل قوي، بس ما رضيتش اعمل نوع شرب ولا حاجه، لان لو كنت عملت شوربه ما كانتش شربت عندي. ده البرتقان، وده السلطه، وده الفراخ، وده الخروب. وكده اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه. اشوفكم في فيديو جديد.